أطلب من الإخوة طلبا مهما: اجتهدوا في دراسة كتب السلف ولو بمقدار يسير، ولو ربع ساعة في اليوم، 10 دقائق، نصف ساعة، على أيدي إخوانكم الذين لهم يعني جزاهم الله خير، لهم يعني باع في طلب العلم، من تخرجوا من الجامعات الإسلامية واستفيدوا منهم، مثل بعض إخواننا هنا الشيخ هشام والشيخ يوسف والشيخ يعني أبو عمر محمد يونس والشيخ مجموعة، أنا لا أذكر على سبيل الإيش، الشيخ أبو صلاح، هذا من خيرة من نعتز بأنهم كانوا تلاميذا لنا واليوم هم من خيرة العلماء فيما أحسبهم الله وحسيبهم. أنا أعرف أنه لا يرضى بهذا الكلام، لكن أقول إن هذا الرجل استفيدوا منه، ساقه الله إليكم. أخونا أبو صلاح محمد هشام استفيدوا منه ومن إخوانه طلبة العلم. ترى أنا من لم أذكره ليس على سبيل الحصر، أقول استفيدوا من هذا الرجل، فإن الله قد ساقه إليكم، فضل من الله عز وجل ومنا، ومن سائر طلاب العلم والمشايخ الذين ينفع الله بهم. ادرسوا عليهم الكتب النافعة، ولا سيما المختصرات، ابدأوا بالمختصرات مثل كتب التوحيد، كتاب الثلاث الأصول، في اللغة كتاب الآجر الرومية، ومثل تبدأوا بتفسير السعدي لأنه كتاب دعوة وعلم وعمل، وتشتغلون لا تحقرون من الوقت شيئا بدلا من إضاعة المجالس فيما لا ينفع. كل مسجد حددوا فيه حلقة، لأنه قد يشق على الناس الذهاب إلى مسجد واحد. وأهيب بإخوة طلبة العلم هنا والمشايخ أن يتوزعوا على هذا البلد المبارك الطيب، دولة الإمارات، دولة طيبة قائمة إن شاء الله على دين الله عز وجل وعلى الدعوة إلى الله، ونحن لا ندعي الكمال لنا ولا لغيرنا، لكن مع ذلك الحمد لله إذا نظرنا إلى غيرنا فنحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة ونستغلها في الدعوة إلى الله على بصيرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولعلي أعود إلى أمر ذكرته في أثناء الكلمة،